بسم الله الرحمن الرحيم. قبل ما نبدأ كده خلينا نبدأ بالصلاة على سيدنا محمد. جوع آخر الليل بقى عامل عمايله بجد يا بنات. اللي مجربش طريقة المكرونة دي فايته كتير. طريقة مكرونة رهيبة وطعمها أقسم بالله يجنن، وريحتها تقلب لك الشقة قلبان. بس قبل ما نبدأ كده يا رب يا رب يا رب كل ايد تنزل اسفل الفيديو تضغط على كلمة اشتراك وتشير الفيديو وتعمل لايك للفيديو. يا رب يا رب بركة ليلة الجمعة الايد ديت تزور بيت الله الكريم وتلمس قبر سيدنا محمد السنة دي يا رب العالمين، وربنا يرزقها بالذرية الصالحة، يرزقها بر ولادها. اللهم امين اللهم امين يا رب. بركة ليلة الجمعة يا رب العالمين، قولوا امين. اول حاجة انا معايا طاسة بحط فيها كمية كويسة من الزيت، وبجيب بصلة كبيرة بخرطها تخريط ناعم على المبشرة، او عايزة تبشريها على بتاعة البطاطس برضو تمام، المهم تكون شرايحها ناعمة. هديها تقليبة كده لعندي لما تاخد اللون الذهبي معايا. اول ما بتبدأ تاخد اللون الذهبي معايا بجيب طبق وبطلعها على الطبق ده. بعد ما بطلعها بجيب الحله وبحط فيها كميه من الزيت اللي كان فيها البصل، وبنزل عليها بمعلقه من السكر، وهدي النار خالص لعند لما السكر ده يتكرمل، يعني يسيح معايا وياخد اللون الذهبي كده. اول ما بيتكرمل معايا وبياخد اللون الذهبي كده الجميل كده، بجيب راس توم انا هرساها وبنزل عليها بقى. شم الريحه اول ما بتنزلي كده بقى. هديها تقليبه لعندي لما التوم دي تاخد اللون الذهبي كده. بعد كده هنزل عليها ب4 معالق من الطماطم الصلصه، يعني صلصه جاهزه تمام، او صلصه انت مجهزاها يعني عندك في البيت تمام. الصلصه دي انا عاملاها جاهزه عندي في البيت تمام. بعد ما بنزل ب4 معالق بقى هنزل عليها بمعجون الطماطم. اول ما بنزل عليها بمعجون الطماطم في الوقت ده انا مخليه المكرونه تتسلق معايا، حاطه ميه، واول ما الميه بتفور بحط معلقه من الملح وبحط المكرونه واسيبها تنسلق نسبه 90% سلقان، ما تنسلقش قوي. بعد كده بقى هنزل بمعجون الطماطم ومعلقه صغيره من الكمون والفلفل الاسود والملح ومعلقه من البهار المشكل، وحد ده كله تقليبه. وهجيب البصل اللي انا كنت محمراه وهفركه مع بعض فركه كويسه كده، وهنزل عليه بقى. شم الريحه بجد طعمها خرافه. هسيبها لحد ما تتسبك، واول ما تتسبك معايا بقى هشوف المكرونه بعد ما اتسلقت معايا بصفيها وبغسلها غسله كويسه تحت الميه عشان ما تمسكش في بعضها. وهجيب حله احط فيها حبه زيت وانزل عليها بالمكرونه ديت واحطها على نار هاديه كده، اسيبها قيمه 10 دقايق. بعد ما بقى الصلصه اتسبكت معايا كده هنزل بمعلقه من الخل، وهاتي بقى المكرونه اللي انت سلقاها كده المفلفله الجميله وانزلي عليها بالصلصه بقى. بصوا طعمها حكايه، دي بقى اللي تدفي المعده بجد في الساعه اللي احنا فيها دي. شويه مكرونه اقسم بالله خرافه كده. جربوا الطريقه دي بس وقولوا لي ايه رايكم في التعليقات، ولو عايزين اي وصفه جديده قولوا لي في التعليقات وانا هنزل لكم بيها ان شاء الله. ويا ريت ما تنسوش تصلوا على النبي في الكومنتات. النهارده ليله الجمعه، خلي الصلاه توصل لسيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. مع السلامه.